لو الحاجات اللي هقولها دي موجودة عندك في البيت اتخلصي منها فورا، عشان الحاجات دي هتجيبلك النكد والفقر والنحس في البيت. صلوا بينا على النبي الأول في التعليقات. أول حاجة، البيت اللي ما بيتقريش فيه قرآن كريم ولا بيشتغل فيه قرآن كريم، البيت ده بيبقى أشبه بالمقابر. شوفوا التشبيه، طبعا بيتمنع عنه الرزق والخير والبركة. تاني حاجة، البيت اللي بيحصل فيه كل المحرمات والمعاصي والذنوب. تخيلوا ان البيت ده ما بيدخلش فيه الملائكة وبيتمنع عنه الرزق والبركة. 3، ان احنا نعرض حياتنا على الملأ على السوشيال ميديا. جبت عربية جديدة، ربنا اداك شغل جديد، شقتك الجديدة، كل ده تصوريه وتعرضيه، ومعك فلوس وولادك وكل ده. كل الحاجات دي رزق من ربنا، ومش كل الناس هتتمنى لك الخير، وممكن تقع في عين حاسد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. رابع حاجة وأخيرا، لازم نتجنب الفوضى والكراكيب اللي بتكون موجودة في بيتنا وملهاش أي لازمة. كل الكراكيب دي بتولد عندك طاقة سلبية وتخلي نفسيتك تعبانة، عشان خاطر المنظر ده طبعا بيأذي نفسية الواحد ويخليه يجيب له اكتئاب. وفعلا لأن الكراكيب والحاجات دي كلها ما هي إلا طاقة سلبية متجمعة، وبالتالي انت بتكتسبها وبتعود عليك بالضرر النفسي، وفعلا ممكن بتوصل للاكتئاب. فياريت نتجنب ونتخلص فورا لو في عندنا ال4 حاجات دول.